في الحلقة 29 من مسلسل دروب المرجلة سيتم مداهمة بيت الشيخ رشاش وتفتيشه، مما سيكشف تورطه في الجريمة الكبرى، وهي تجارة المخدرات واحتجاز كل من قمر وجراح داخل منزله. وخلال المداهمة ينقل الإعلاميان نعمان وزوجته الحقيقة كاملة للرأي العام، خاصة بعد العثور على السلسلة التي سقطت من قمر في الحلقة 28، لتكون دليلا مهما يقود لكشف خيوط القضية. وفي تطورات لاحقة سيتم إخفاء قمر وجراح عن الإنذار، أو قد يكونان قد غادروا منزل الشيخ رشاش مسبقا برفقة فزاع والرهائن، ومن بينهم شاهين والأطفال. ومع تصاعد الأحداث تنتقل المواجهة إلى منطقة السهل، حيث يتم اقتياد شاهين والأطفال إلى الساحل تمهيدا لبدء مفاوضات حاسمة بين فزاع والشيخ صقر. كما تشير الأحداث إلى أن فزاع قد ينقلب على الشيخ رشاش أو يقرر العمل بمفرده، خاصة بعد ازدياد الضغط عليه. أما مصير الشيخ رشاش فسيكون حاسمة في الحلقة القادمة، حيث تنتهي الأمور بظهور أدلة قاطعة تثبت تورطه في هذه الجرائم. وبعد العثور على سلسلة قمر سيتم القبض عليه وتقييده، ليتم اجتياده إلى السجن وسط صدمة الجميع. وفي جانب آخر يتضح أن أحد الضباط قد قام بتحذير الشيخ رشاش مسبقا من مداهمة الشرطة، مما أتاح لهم الفرصة لإخلاء المنزل من الرهائن قبل وصول القوات. وفي الحلقة القادمة أيضا يتتبع مهاوش الدكتورة حنان التي ترافق الدكتور رشدي داخل موقع احتجاز، ليصل بهم المسار إلى بيت الشيخ رشاش، مما يشعل سلسلة من الأحداث النارية. نهاية الحلقة القادمة ستكون مشوقة ومليئة بالمفاجآت، وقد تقلب موازين القوة بشكل كامل. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. الحلقة القادمة ستكون أكثر إثارة، لكن عندما يأتي مهاوش برفقة الدكتورة حنان وهي في داخل الصندوق إلى بيت الشيخ رشاش، وهنا سيفتضح الشيخ رشاش وسيتم تقييده ونقله إلى السجن.